السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. كان أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا به تكبر عائلة المطبخ الجزائري، في نفس الوقت فعلوا الجرس به يوصلكم جديدي. وصفتنا نهار اليوم جبت لكم طبق رئيسي تقدروا تديروه في شهر رمضان، راح يكون بزاف بنين وشكله رائع. راح يكون باللحم المفروم والبطاطا. نبداو بالحشوة. لهنا عندي كمية من البطاطا، هزيت 2 حبات تاع بطاطا غليتهم في الماء وشويه ملح. بعد ما طابوا حكمت مرستهم بالشوكه وتحصلت على هذا القوام، ودرت ليهم شويه ملح باش ما يجوش صامتين. نضيف لها كميه من الفلفل الاسود، كميه من معنوس، وثلاث قطع تاع جبن مثلثات قطعتهم قطع صغيره. نحركها مليح باش ندخلوا هذيك البطاطا معها المعنوس والجبن تجي بزاف مليحه. هذه الحشوه في اللحم المفروم. هو من المستحسن كي تكون سخونه ضيفوا لها الجبن يحكم يذوب مباشره. انا خليتها شويه بردت لذا راكم تشوفوا فيه قطعه، ونحرك مليح حتى ينسجم الخليط. لهنا راني دايرت لها الملح ونكتفي بهذا القدر. نجيبوا اي صحن عندكم. لهنا نحي القطعه تاع الجبن، لهنا كميه من الزيت نبل ايدي مليح، ونبدا ندير كويرات بهذا الشكل. لهنا تقدروا تخلوهم كويرات ولا تديروهم على الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه، ونحطها في الصحن. طريقه جد سهله تجي بزاف بنينه. نغيروا شويه في الحشوات. هذه الحشوه تجي بزاف بنينه بالبطاطا. ديما استعينوا بالزيت كي تشوفوها لصقت في يديكم، وتقدروا تضيفوا حتى القليل من بابريكا الحشوه تاع البطاطا. انا حبيت ندير غير الملح والفلفل الاسود. نحو الزيت من هنا. هذا هو الشكل اللي تحصلوا عليه. نخليها على جنب. نجيب الريسيبيون اللي حطيت فيها اللحم المفروم، لهنا الكميه كيما حبيتوا، ونبدا نتبل فيه. لهنا راح نحط نصف الكميه تاع البصل. لهنا عندي حبه كامله تاع بصل ربيتها في الراب، راني استعملت منها كميه حطيتها في اللحم المفروم. نضيف كميه من معنوس، نمسح فقط من هنا. ديما نحب بلون طرافاي تاعي يكون نظيف. نزيدو نجيبو البيضه. لهنا البيضه راح تعطينا هشاشه للحم المفروم، وتلمهونا ملعقه تاع فريك، هذا هو السر تاعو، وكميه من الثوم المربي، كميه من الفلفل الاسود، بلا ما ننسو كميه الملح. لهنا نستغنوا على الملعقه، ونبدا نستعمل ايدي باش نجمع كل المكونات مع اللحم المفروم. طبق يجي بزاف بنين، تقدري ديريه في شهر رمضان ولا في الارضيات. لهنا كي تحركوا المكونات استعملوا ايدكم خير، وراه ولا جاهز معايا. نبدو بتشكيل اللحم المفروم. نهزو كميه. لهنا تحبوا تستعملوا شويه زيت على ايديكم، ولا تقدروا تستغنوا على الخطوه هذه. ونفردها مليح مع اليد بهذا الشكل. نجيبوا حبه البطاطا ونغلقوا عليها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا يجي شكلها كيفاه يجي. نغيروا، ما نبقاوش ديما ساعه نحبوا نحشوه بالبيض المسلوق ولا الفرماج. اللي حبيت الحشوه تكون بالبطاطا، حلو انكم تسقموا الحبه مليح. هذا هو الشكل تاعها. توجور نستعملوا الزيت في يدينا، ونهزوا كميه من اللحم المفروم ونفتحها مليح. لهنا الحبات تقدروا تتحكموا فيه من نتوما كما حبيتوا، تحبوهم صغار ولا كبار. انا حبيتهم شويه يكونوا بهذا الحجم الكبير. نغلقوا مليح اللحم المفروم من هنا. كي تشوفوها مخصوصه لحم تقدروا تضيفوا، ونشكلها بهذا الشكل. ها هي واجده معنا. نكمل كامل حبات بنفس الطريقه. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. نحطهم على جنب. لهنا عندي كميه من الزيتون. الزيتون هذا راهو الزيتون الكبير، كنت حطيته في الماء، كل مره نغير الماء حتى نحيت ليه هذاك الملح الزايد. عندنا كميه قليله من شامبينيون. تحبوا شامبينيون مقصوص قطع ولا تحبوه الحبه جامله كما حبيتوا. اكيد البصل والثوم والتوابل، بلا ما ننسى القطعه تاع الدجاج. لهنا تحبوا تستعملوا الدجاج ولا تستغنوا عليه كما حبيتوا. والان نمروا لتحضير الوصفه ونشوفوا لاصوص كيف راح نديروه. في كاسرونه على النار نحط كميه الزيت، راح نستعمل 2 ملاعق. نضيفوا ليهم كميه البصل اللي خليناها قبيلتي، ونزيد قطعه تاع الدجاج. لهنا الدجاج راهو اختياري. لهنا نبقاو نذبلوا في البصل ونقلوا في الدجاج حتى نشوفوهم ذبلوا مليح. كي تشوفوا الدجاج تقلى مليح نضيفوا. لهنا عندي كميه من الطماطم حبه
يا اخي كيما تعرفوني توجور نحكم نخزن طماطم. هذه الطماطم كيف خزنتها رحيتها في الرحاية العادية وحطيتهم في اكواب كي جمدوه، كنت حطيتهم في علبة تاع بلاستيك ولا كيس كيما حبيتو. حطها في المجمد، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل طماطم طبيعية تحكم تربيها في العراب وتحطها. هذا مكان نضيف كمية من الملح، الفلفل اسود والثوم، اللي هنا تقريبا عندي 3 فصوص كبار تاع ثوم ربيتهم في العراب، ونخليهم يتقلوا مليح. كي تشوفوها تقليت ضيفوا كمية الزيتون، ونضيفوا كمية من الكزبر، كمية من الكركم، ونخليهم يزيدوا يتقلوا مليح في لاصوص هذيك. لحد الان راني ما ضفتش الماء، راني قاعد نقلي فيها على نار هاديه. حذري انكم تقعدوا تقلوا فيها على نار قويه، لازم تتقلى مليح باش تجيكم بنينه. نحرك مليح. لهنا الزيتون تحبوا تستعملوا الزيتون الكبير ولا الصغير؟ حبيته كبير. كي تشوفوها تقلت مليح نضيفوا لهنا الماء. لهنا هذا الماء راهو سخون، ما تمرقوش بالماء البارد. نضيفوا كمية الماء. بعد ما تكملوا تمرقوها نضيفوا كويرات اللحم. لهنا اللي حشيناهم بالبطاطا جو بزاف مليح. لهنا الكمية كيما حبيتو. نضيفوا حبات اخرى من الشامبينيون ورشة تاع معنوس. نضيفوا لها قرن فلفل حار والقرن ونخلوها حتى تطيب. اذا كنتوا زربانين تقدروا تستعملوا الكوكوط في دقائق توجد. درك انا نكمل نطيبها ونرجع نشوفوها في شكلها النهائي. هذا هو الشكل النهائي للطبق لنهار اليوم. انا حبيت اليوم حجم عائلي كفكره، يكون عندكم مناسبه ولا عرضيه، ولا تقدروا تقدموه في اطباق فرديه، ولا هنا كل واحد والذوق تاعو. جربوه اكيد ماكمش راح تندموا عليه. درك ما عليا غير نقول لكم بارطاجيو الفيديو عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدي. نتلاقوا في الفيديو القادم ان شاء الله.